فيلم سوريا فانشي. تبدأ قصة الفيلم بسنة 1993، وكانت أمنية تتصل بزوجها لأن هو تأخر عليها وهي كانت بالسوق، وكان ابنهم جاي بإجازة، ولما وصل زوجها المكان تفجر بالكامل. فهنا شرطة الهند اشتغلت على هاي القضية، والمفتش كبير شرف حل القضية ب 48 ساعة. ونعرف ان اللي سووا هاي الجريمة هم أشخاص اثنين، الأول اسمه بلال أحمد والثاني اسمه تايجر، وهم هربوا من الهند قبل الانفجار بيومين. وتايجر هرب لإيران، وبلال هرب الشخص باكستاني اسمه عمر حفيظ. ونعرف انه عمر يشتغل بأعمال غير قانونية ويصنع المفجرات. وأيضا نعرف انه 1000 كيلوغرام من السكلونيت نقلت للهند، لكن 400 كيلوغرام فقط استخدمت للتفجيرات الأخيرة. وبلال راح ودفن 600 كيلوغرام من السكلونيت بمكان بالهند. وبعام 1999 الاستخبارات الداخلية ساعدت عمر على مود يأسس منظمة إرهابية، واسم هاي المنظمة لشكر طيبة. وبالمقابل استغلت الاستخبارات الداخلية هاي المنظمة بحروب الكارجل، لكن بهاي الحرب انقتل ابن عمر وانقتل عماد حفيظ على ايد الجيش الهندي. واولاد عمر هم رياض ورضا. وبعد ما سمعوا بهذا الخبر تركوا دراستهم بلندن ورجعوا لباكستان. وبعام 2007 بلال جهز مجموعة رجال على مود يرسلهم للهند، وقال لهم راح تعيشون هناك وتشتغلون بصورة طبيعية وما راح تبينون شيء، وفقط تنتظرون الإشارة مني، وراح يكون قائدكم هو رياض. وبعدها المفتش كبير شرف اتصل برئيس الوزراء على مود يقابله، وقال له احنا حددنا موقع عمر حفيظ. وكبير شرف قال لرئيس الوزراء انه هم اكتشفوا وجود 40 رجل من رجال عمر اللي رسلهم بلال للهند، وبقوا بالهند 15 عام باحد المدن، وكانوا عايشين بصورة طبيعية بدون ما احد يحس عليهم. فاثنين من عندهم كانوا يلتقون برجل اسمه رقبي الراثود، ونعرف انه هو نفسيته رياض حفيظ لكن مغير اسمه على مود ما ينكشف. فكبير شرف ارسل فريقه المكان رياض على مود يعتقلوه، وقائد الفريق هو رجل اسمه سوريا فانشي. فهنا وصل الفريق للمدينة اللي كانوا بيها، وهناك رجبير راثورد اللي هو رياض كان فاتح مطعم هو وزوجته. فدخلت بنية للمطعم اسمها تارا، وبعد ما خلصت اكل راحت زوجة رياض وعبرت لها عن اعجابها بالاكل، وطلبت منها انه تاخذ وياها صورة هي وزوجها. فهنا تارا اخذت الصورة وطلعت من المطعم، فهي راحت اليوم سوريا فانشي وشوفتها الصورة، ولما قارنوا بين صورة رجبير وصورة رياض عرفوا انه هو نفس الشخص. فسوريا فانشي قال لتارا اتصلي بالشرطة فورا. وهنا بدا فريق سوريا فانشي ينتشر بالمكان، فدخل واحد للمطعم من فريق سوريا فانشي وهو اسمه آشيش. وهنا رياض انتبه للوضع وشاف سوريا فانشي وعرف انه هو جاي عليه، فصعد لي فوق وخلى القاذفة باتجاه سوريا فانشي. فهنا سوريا انتبه وهو بسرعة ابتعد، فالقاذفة يجت بالسيارة، وبسرعة رياض طلع المسدس مالته وبدا يطلق النار بينه وبين فريق سوريا فانشي. وبعدها سوريا فانشي قدر يدخل للبناية اللي بيها رياض، لكن رصاص المسدس مالته خلص، ورياض بسرعة هرب وقفز على البناية الثانية، وسوريا فانشي بقى وراه من بناية لبناية وقدر انه يوصل له، وهم بدأوا يتضاربون. وبالاخير رياض قدر انه يهرب بالسيارة، فسوريا فانشي ما استسلم وراح من الطريق الثاني وقدر يحاصر رياض واخذ المسدس، وهو ضرب تايرات السيارة فالسيارة انقلبت برياض. فسوريا فانشي بسرعة اخذه وراح المومباي وخلاه بمخبأ سري الوحدة مكافحة الارهاب. ولما حقق وياه رياض اعترف بكل التفجيرات اللي سواها بدون ما يخاف. وبعدها اجى كبير شرف وقال سوريا فانشي انه انا لحد الان ندمان لانه بلال قدر يهرب مني بسنة 1993. وسوريا فانشي قال الكبير شرف انه انا ما اقدر انسى التفجيرات اللي صارت بهذيك السنة لان انا فقدت امي وابويا بيها. وبعد ما وصل خبر اعتقال رياض لعائلته، عمر قرر انه يرسل بلال للهند ويطلع 600 كيلو غرام من التفجيرات اللي كان دافنها. وقال الرضا بلغ عثماني ومختار انه بلال راح يدخل للهند. وبعدها يظهر شخص مسمي نفسه فيفيك وهو اسمه الحقيقي مختار، واللي هو احد رجال بلال اللي رسلهم للهند بسنة 2007، وهو يشتغل بورشة تصليح السيارات. وكان يتواصل ويا رضا عن طريق لعبة، فرضا قال له انه بلال راح يدخل للهند. وبعدها سوريا كان عازم اصدقائها على عيد ميلاد ابنه. ونعرف ان سوريا فانشي منفصل عن زوجته اللي يكون اسمها ريا، واللي تعرف عليها بالمستشفى لما كان متصوب. ونعرف انه هي تشتغل طبيبة وهي عالجته، وصارت بيناتهم قصة حب وتزوجوا. وبعد مرور السنوات انجبوا طفل وسموه اريان. وبعدها سوريا كان ماخذ ريا واريان بالسيارة، فهنا اجا اتصال وقالوا له ان المجرم يعقوب موجود بالسوق المركزي. فسوريا فانشي كان قريب على هذا السوق، فدخل الجراج وصارت قدامه سيارة يعقوب. فيعقوب لما شافه بدا يرمي على السيارة، وهنا سوريا طلع المسدس وضرب تايرات سيارة يعقوب وهو خلاها تنقلب. فنزل من سيارته وراح على يعقوب وقتله. ولما التفت شاف ريا وهي شايلة اريان لان هو تصوب، وبسرعة نقلوه للمستشفى.
المستشفى. وهناك ريا اصرت انه تدخل ويا اريان لغرفة العمليات، فسووا له العملية. وهنا الدكتور قال لسوريا انه وضع اريان تحسن، وبسرعة ريا طلعت من غرفة العمليات وضربت سوريا وقالت له انه انت كنت تعرف ان المكان مو امن، لكن اخذتنا لهناك على مود المهمة. وقالت له انت اختاريت عملك على حساب ابنك، وانا راح اختار ابني على حساب علاقتنا. وبسبب هذا الشيء هم انفصلوا، وبعد انفصالهم بسنة قررت ريا انه تاخذ اريان وتروح لاستراليا، لكن قبل لا تروح خلته يحتفل بعيد ميلاده ويا ابوه. وهنا صار اجتماع، ورئيس مكتب الاستخبارات قال لهم انه المنظمة الارهابية هدفها مومباي، وهم دا يخططون الانفجار كبير. فسوريا قال لهم انه قادر عثماني هو رئيس المصادر اللي تمول المنظمة الشكر طيبة، لان المصادر اللي تمول مدرسته هي نفسها المصادر اللي تمول المنظمة لشكر طيبة، وهو قائد ديني وعنده ارتباطات سياسية، لهذا احنا ما نقدر نعتقله بدون دليل صريح وواضح، واحنا اذا اعتقلناه بدون دليل فراح نتسبب بأزمة سياسية. فرئيس الوزراء قال له اترك الامور السياسية علي واستدعيه واستجوبه. وبثانية بسوريا استدعى قادر عثماني وقال له اكتشفنا ان المصادر اللي تمول مدرستك هي نفسها المصادر اللي تمول للمنظمة. فقادر قال له احنا نستلم فلوس من كل انحاء العالم او ما نتحقق من كل مصدر. فسوريا قال له انا راح ابقى وراك لحد ما القى دليل عليك. او بعدها وصل فيفيك يم قادر عثماني واخوه اللي اسمه رفيق، وقال لهم انه بلال راجع للهند. فهنا رفيق اتفق ويا شخص اسمه بيلي انه ياخذ بلال من المطار بمقابل مبلغ مادي، وبالفعل قدر بلال يدخل للهند باسم مستعار واللي هو دخل باسم كوبتا. فلما التقى بقادر راحوا لسوانتودي، ونعرف انه بلال دافن التفجيرات بهذا المكان. ولما بداوا يحفرون اندق الباب، ومن بلال فتح الباب طلع واحد ساكن بالمنطقة يريد يتعرف على بلال، لان عباله راح يسكن هنا ويصيرون جيران جدد. لكن بلال ما جاوبه وغلق الباب فورا. وبعد ما طلعوا التفجيرات قادر انطل بلال تذكرة سفر على مود يرجع الباكستان. فبلال قال له خليني ازور قبر امي لاخر مرة، لكن قادر رفض وقال له بقائك هنا يشكل خطر علينا كنا. بس بلال اصر وقدر انه يقنع قادر انه يخليهم واحد فقط. وبثاني يوم بلال راح لقبر امه، وهناك بالمقبرة شافوا واحد من الضباط. فبسرعة اتصل بسوريا فانشي وقال له بلال موجود هنا. فسوريا قال له خليك ورا وابد لا تعوفه. وهنا طلع بلال وطلع الضابط ورا. فوصل بلال للفندق، فالضابط فيفان وتارا دخلوا ورا. وهنا ريا واريان كانوا نازلين بنفس الفندق. فاريان لما شاف فيفان راح عليه وقال لصديقه انه فيفان يشتغل ويا ابويا ضابط شرطة. فبلال سمع الكلام اللي قاله اريان، وهو لما راح للمصعد سوريا وصل وقال ريا طلع الاطفال لان الوضع خطير، وصعدوا لغرفة بلال. ولما دخلوا كان بلال موجه المسدس على نفسه. فسوريا قال له استسلم ولا تسوى هذا الشيء. فبلال قال له انا ما اريد اموت شنقا، وانا ما راح اصير محط انظار لهذا البلد اللي بسببه احترق بيتي واحترقوا بي اولادي وزوجتي، او ايضا احترقوا بي اهلي. وبهاي الاثناء وصل كبير شرف. فبلال طلب من عندهم انه يدفنوه يم قبر امه. وهنا هو خلى المسدس على راسه وضغط الزناد، وبالفعل هم نفذوا وصيته ودفنوه يم قبر امه. وبهاي اللحظه اجى فيفان وقال لسوريا اجانا بلاغ من شرطه ساونتودي انه اكو شخص شاف بلال هناك. فسوريا وفريقه راحوا لهذاك المكان والتقوا بالشخص اللي شاف بلال، وقال لهم انه هو ما قدر يشوف شكو داخل البيت لانه بلال ما خلاه. وبعدها سوريا دخل للبيت اللي كانت مدفونه بيه التفجيرات، وشاف الحفره وشاف بها اثار غريبه. فبسرعه استدعى شرطه الادله الجنائيه وقالوا له انه هاي الاثار الماده السيكلونيت، وحجم الحفره نتوقع انه تحتوي اكثر من 600 كيلوغرام الى 800. فهنا عمر لما سمع بموت بلال قال انه ما لازم يروح بلال سدا، فرضى حضر نفسه حتى يروح للهند. وهنا اجت دراجه من يم السجن اللي بيه رياض، وكان رياض بالخارج. فالحارس كان يصرخ على ابو دراجه وقال له ما يصير تركن دراجتك هنا. ورياض كان يعرف الخطه، فاخذ الحذر ونزل واحد من الدراجه وخلى تفجيرات على الجدار القريب على الحارس. وهنا المكان تفجر، فقدر رياض يهرب من السجن وصعد وياهم بالدراجه. وبعدها وصلت الاشاره لكل الرجال اللي ارسلهم بلال للهند بسنه 2007. فرياض التقى فيفيك واخذ يمرضه بالمكان اللي ضموا بيه التفجيرات. وبعدها قدرت شرطه مومباي تحدد موقع بيلي اللي اخذ بلال من المطار، واللي هو مدينه بانكو. وراحوا لهناك بسرعه، فالتقوا بصديقته اللي اسمها ليلي، وهم قدروا يخلوها تساعدهم انه يعتقلوا. ولما وصل بيلي انتبه لسيارات الشرطه، فبسرعه هرب. وسوريا اخذ دراجه وبقى وراه لحد ما سياره بيلي تدمرت، وهو نزل من عندها وراح للبحر فصعد بالقارب. وسوريا بقى وراه بالدراجه لحد ما فريق سوريا جاب طياره، وسوريا تشلب بيها والطياره راحت باتجاه بيلي. وهنا سوريا قدر انه يلزمه وياخذه وياه. وبيلي قال له انه اني قالوا لي راح توصل شخص اسمه اجاي كوبتا، وانا ما كنت اعرف انه اجاي هو نفسيته بلال. وقادر عثماني هو اللي قال
قال لي لازم تروح البنك. سوريا اخذ دورية شرطة وراح يم قادر عثماني على مود يعتقله، لكن الناس كلها اعترضت او كان بمقدمتهم هو الشيخ. او سوريا قال له عن كل افعال قادر، او قال له اذا ما اعتقلناه راح تنعاد احداث 1993. فهنا الشيخ سمح لهم انه يعتقلوه واخذوه للسجن، وهم بدأوا يعذبون به على مود يعترف بمكان رياض، لكن هو ما اعترف بكل شيء. فسوريا جاب زوجته وبنته، او كان يمثل على اساس انه هو دا يعذبهم حتى يخلي قادر يعترف. فهنا قادر وافق انه يعترف بمكان رياض اللي مقرر انه يلتقي به هو واخوه رفيق. ولما طلع سوريا حتى يروح للمكان لقى ريا واقفه تنتظره بالخارج على مود يروح وياها، لان هي ما تقدر تسفر ابنها بدون توقيع ابوه. فكبير شرف قال له روح انت ويا ريا وفيفان وانا راح اتولى المهمه. وراح فيفان واخذ قادر وياه. ولما صعد قادر راح وياه اشيش، فدخلوا للمكان اللي بيه رفيق. وقادر طلب من رفيق انه يجيب له مي، فرفيق كان محضر التفجيرات. ولما فعل التفجير قادر ورفيق ركعوا على مود يموتون وهم يصلون. فهنا تفجر المكان. ومن نقلوا اشيش للمستشفى الدكتور قال لهم انه احنا ما قدرنا ننقذه. وبعد الجنازه زوجة اشيش حاولت تقنع ريا انه ترجع لسوريا، وقالت لها انسي اللي صار وحاولي ترجعين عائلتك وتلميها. وبعدها فيفيك قال الرياض انه انا متاكد ان شرطه مومباي راح تجي لهنا وتدور علينا، لهذا انتم لازم تروحون وانا راح اجهز لكم سياره. وبهاي الاثناء اجت زوجة فيفيك، وهي تفاجأت لما شافت رياض حفيظ. فسألت فيفيك شو تسوي هنا؟ فرياض قال لها انه بقائك على قيد الحياه اي عرض حياتنا للخطر، وطلع المسدس وقتلها بسرعه. وفجاه اجى يوم الهجوم اللي خطط له رياض طول هاي السنوات. وعمر قال لزوجته انا ما اريد انطيك امال زائفه، يمكن اليوم بالليل يوصلنا خبر استشهاد رياض ورضا. وهنا سوريا فانشي عرض صور رجال بلال على بنت قادر، وقال لها اذا عرفتي واحد من عندهم قولي لي اسمه وعنوانه. ولما شافت صوره فيفيك عرفته، وقالت له هذا صديق ابويا وهو عنده ورشه تصليح سيارات ويعيش بشيفيغار. فسوريا ارسل الضابط سيمبا لورشه فيفيك، وهناك صار قتال بين الضابط سيمبا وفيفيك. وبالاخر قدر سيمبا انه يقتله. وبعدها اتصل بسوريا وقال له انه هم فخخوا 7 سيارات ولحد الان انطلقت من عندهن 6، ويخططون انه يتركوها باماكن مختلفه عن مدينه مومباي. وقدرنا نحدد موقع هاي الاماكن. فسوريا بسرعه ارسل طيارات مكافحه الارهاب للمواقع اللي مخططين يفجروها على مود يشيلون السيارات بالطائره. او كان موعد الصلاه بالمسجد، فنتعرف على الشرطه عباس وهو قال لابوه انه يحاكي الناس ويخليهم يبعدون. وبعدها راح للمعبد وقال لهم فرغوا المكان. والطيارات قدرت انه تشيل السيارات المفخخه، لكن بقت سياره وحده. وسوريا قرر انه يركب بيها وينقلها بنفسه، وهو اخذها بمكان بعيد. وقبل لا تنفجر نزل منها، وهنا هي انفجرت على اللحظه الاخيره. وبعدها الطيارات اتجهت للبحر ورموا السيارات المفخخه هناك. اما سيمبا فجاب فيفيك الصورية. وبهاي الاثناء اجى رياض وكان جايب ريا وياه، وكان ملبسها حزام ناسف. وبعدها رياض قاعد يصور الضباط وهم راكعين، وكان مخلي السكينه على رقبه الصورية. وسيمبا بقى يحكي ويا رياض حتى ياخره لحد ما يوصل سينغام واللي هو قائد قوه مكافحه الارهاب. ولما سمعوا صوت الرصاص فيفيك فعل الحزام اللي ملبسينه الريا. فسوريا بسرعه بعد السكين عن رقبته وهو ضرب رياض. وبعدها راح وفتح الحزام اللي ملبسينه الريا. اما سينغام فهو اخذ الحزام وشمرها بالخارج. وبعدها اخذوا ريا وخلوها بمكان امن وكملوا القتال. فبهاي اللحظه رضا تصوب، ورياض اخذه هو وفيفيك واختبأوا بغرفه. ورياض اتصل على عمر وقال له انه احنا ما راح نقدر نكمل، وعدنا انه انت راح تكمل هاي الحاره وبعدنا. وفجاه دخل سينغام واخذ التليفون وقال لعمر لا تحسب ان الموضوع انتهى لهنا، انا راح القاك واجيبك. وبعدها سد الباب وذب السلاح وهو راح يقاتلهم بيده. فطلعهم برا بسرعه. وهنا رياض قال لهم انه انتم ما تقدرون تاذونا، احنا دخلنا لبلدكم على مدار 13 سنه واحنا طول هاي السنين نقتل بشعبكم. فالضباط كلهم عصبوا بسبب التفجيرات اللي تذكروها واللي راحوا بها هوايه ابرياء، وقرروا انه يقتلوهم ثلاثتهم انتقاما للابرياء اللي ماتوا بسببهم. وبهيجي حاله قتلوهم وخلصوا الهند من شرهم. ولهنا تكون نهايه الفيلم. تقدرون تتابعون قناتنا الثانية الخاصة بالأفلام والمسلسلات الكورية والآسيوية واللي يكون اسمها مستر كوريا. مشاهدة ممتعة.